عارفة اللحظات الصغيرة اللي بنستنى فيها المية تغلي علشان نعمل الشاي؟ اللحظات دي ممكن تبقى كنز حقيقي لو عرفت تستغليها صح. بدل ما تقفي مستنية ومش بتعملي حاجة، خليها دقايق إنتاجية خفيفة ولطيفة تغير مود يومك كله. ممكن في اللحظة دي تسبحي وتذكري ربنا شوية، وتاخدي نفس عميق يهدي قلبك ويفتح يومك براحة. وممكن تلمعي رخامة مسحة سريعة وترتبي أي ركن صغير في المطبخ. ولو لقيتي صندوق أو علبة فيها حاجات ملهاش لازمة، شيلي منها اللي متخزن على الفاضي. ولو الغسالة خلصت فضيها، ولو محتاجة تتحمل حمليها. ولو عندك غسالة أطباق شغليها. ولو مش عندك اغسلي كام طبق صغير بس يغيروا شكل الحوض. ممكن كمان ترتبي درج واحد بس في المطبخ، درج واحد بس هيفرق جدا. ولو الميكرويف محتاج يتنضف، مسحة بسيطة من جوه هتخليه يلمع. اعملي لنفسك معروف واملي زجاجة المية بتاعتك علشان تفكري نفسك تشربي طول اليوم. وممكن تكملي النقايق دي بكنس مربع صغير في المطبخ يخلي المكان مترتب أكتر. وفي الآخر اكتبي أهم مهمة ليكي النهاردة، مهمة واحدة بس. صدقيني، الدقايق اللي بين الغليان والغليان مش قليلة. لو استخدمتي كل مرة في حاجة بسيطة هتحسي إن بيتك أخف، ودماغك أروق، ومودك أحلى بكتير. جربي وقوليلي، أول حاجة هتعمليها إيه؟